بيحب النبي يصلي عليه. هتقولي لي قاعده بتهببي ايه يا ام ابراهيم؟ هنقول لكم اكتر حاجه ما نكرهها في الدار اللي انا عايشه فيه يوم ما يقولوا لي اغسلي الثلاجه، ويبقى مش طايقه نفسي بصراحه ربنا. غسيلها مجرف وما مش طايقاها، بس قلت يا بنت احصري على نفسك شويه ملح وتعالي نضفيها وخلاص. وانا يعني ما بنعرفش ننضف؟ تاني احسن واحده تنظف وتشطف وتلمع وتعمل كل حاجه اهو. يعني مش هنعرف؟ هنخليها دلوقتي زي القشطه بحبه قوم وحته سلكه قد كده، وادعك ايدك هتبقى 100 ان شاء الله. يا صلاة النبي لقيت شويه بلح اهوت اسود ومطينين بطينه هناكلهم. والله جايبه عشان الدكتور جاي لي يا ام ابراهيم كلي بلح عجوه من دي عشان خاطر عندك انيميا جامده قوي. قسما بالله من يوم ربنا ما خلقني وانا بناكل من العجوه دي. وبرضه نروح نحلي ويقول لي عندك فقر دم يا ام ابراهيم خازوق قد كده. ما فيش فايده فيا برضه، مش عارفه نعمل الناس خلاص ما عادش عندها دم وانا اكتر واحده برضه ما عنديش دم. هنعمل طيب لازم ناكله خلاص. انا غسله الطلاجه غير لما نخلص الطبق دي. صحتي اهم من اي حاجه. اتفضلوا معانا. يلا بقى استعنا على الشقه بالله عشان الطلاجه دي جرفتني احسن جرف. هنطلعوا الحاجه اللي فيه. بصوا الطماطم مركونه فيها لحد ما فعصت لوحدها، وحته جبنه، وعلبتين زبادي بتاع الولد رهوصي، بصوا الجبنه والله نسياها فيه. بقالي ياما ما عملتش بيتزا ولا سندوتشات همبرجر نصيتها فيها صوفي. بصوا الرف عامل ازاي ملزق بقى ومقلوب عليه صلصه وبندوره وجرف. ودي حته محدقه فضلا من امبارح كنت جايبه حواوشي كده اهوت محمر، كان الراجل عامله بلحمه كلاب بس قعدنا كلناه. قسما بالله لما بنعمله في الدار بلحمه بلدي بيبقى زي النيل. يوم ما نجيبه من عند الراجل بلحمه قطط ولا كلاب بنفضل نهوهو طول الليل وبيبقى لقمي زي العصر. صدقوني والله ما حد بيعرف يعمل حاجه في الدار. تشتري الحاجه رخيصه من بره وموفري وجميلي، ولا توسخي حللك ولا تغسلي بالبوريل ولا تقعدي تلمعي. اسمعي من الخاله ام ابراهيم عليك وعندك كيم من بره اشتري بكل. اسمعي مني خربي بيت جوزك زي كده. انا خربتها وقعدت على طلعها خلاص. بصوا قرنين فلفل مقليين زي العسل هنحطهم في رغيف دلوقتي ونسلق ضحي ونعدي يوم من ملاي. الست الشاطره هي اللي لازم تحط جوا ودانها قطره. ودي برطمان بندوره صلصه يعني بنعمل بيها البيتزا ونعمل بيها مكرونه بشاميل لوز اي حاجه. ودول حبة مربى. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب عليك ريحة. ودي علب فاضية بنحط فيها الضحي ماشي بدل ما يتكسر في العلبة من فوق بنفضيهم فيهم ونشيلهم. نحب نسلق ضحي، نقلي ضحي، نعمل بيضة أي حاجة. كل ده هيتحط في البلاستيكية بحبة مية هيروح زي القشطة. مفيش حاجة صعبة يعني. هنصبنوها بقى تصبينة حلوة بحبة مية سخنين عشان خاطر الدهون اللي عليها تصيح مع حبة الأومو تصديهم عليها كده. عايزة تخمريها قبليها بليلة ماشي، عايزة تعمليها زي كده على طول اعمليها وتدعكي كده تليفيها كده. بس اهي راحت زي القشطة. لو فيها حاجة صعبة مش راضية تطلع هنبوشها شوية كده ونجيب الطرية ونفرم فيها كده لحد ما نخليها معايا بهروزية وجميل.
اللهم صل على رسول الله. يعني اخر مره غسلت الثلاجه دي تقريبا داخلين في ال4 سنين كده، والله بقالي ايام. هتقولوا لي لا يا ام ابراهيم انت معفنه ولا ايه؟ ايدك مش في الحاجه اول باول ليه؟ هنقول لكم انا بصراحه ربنا بنحب نسيب الحاجه كده تكمل وسختها ونهيج نطب عليها مره واحده هوب ضروب بنخليها قشطه، انما كل شويه تبقى ايدي في قلب الميه وعماله نعمل كده لا مش معقولة يعني نتخانق وانا خلقي ضيق، ما ينفعش. زمانكم فاكرين ان التلاجة بس هي اللي وسخة، والله ابدا، ده المطبخ يضرب يقلب. هنوريهولكم دلوقتي. نخلص بس جالوس الجيلة اللي في ايدي دي ونقوم عليه بقى نخليه قشطة راحة. دي علبة الخضار، قسما بالله عمري ما حطيت فيها خضار، ما بنحبش نخزنه كل يوم في السوق، نجيب كيلو بكيلو ونحب نطبخ الخضار وهو طازة وجميل. وانا نعذب نفسي لا ونخزن ولا نخزن ولا حاجة، اليوم بيوم وكده احسن. بحتة خرقة كده وتنصحيها، مفيش داعي يعني تقلبي مية يعني، هتروح معاكي جميل. هو انا يعني ما نعرفش نعمل حاجتك، تاني بنخلي الدنيا بهروزية خالص. البقعة الجامدة بقى تفضي عليها شوية مية كده، هتبوش معاكي في ثواني. الحمد لله ربنا تاب علي وعملتها هي، والله انا لسه ما فطرت، لسه صاحيه من النوم على الثلاجه عيدي. هنقوم بقى بعد ما نركبها نغلي لي بيضه ونعمل لي كوبايه شاي سودا زي النيل عشان تعدل لي مزاج. تعالوا ركبوا معايا، تفضلوا تتفرجوا عليا كده وخلاص. والله ما خدت وقت معايا، في ثواني. الواحد ده معيجي ضمنيه هتبقى نيته زي المهلبيه، وتعدي يومك وخلاص يا مرة منك ليه. بصوا بقى هنوريكم المطبخ ما بقاش يتعاشر. بصوا الكركبة عاملة ازاي، حاجة ما فيش بعد كده، والله العظيم بقالي ياما ما عملتش فيه حاجه. والدولاب اللي انتوا شايفينه هناك دي جبت له علبه بوهي بدل ما كنت هنرميه. امبارح والله هشت عليه خلعته، وبعدين قلت يا بنت ادوله فرصه ثانيه اغزى الشيطان يمكن يبقى 100 100 معاكي. فضيته زي ما انتوا شايفين كده وجبت له حج بوهي وقلت نطهنه به وخلاص. ولقيت فيه شويه حاجات بصوا كنت ناسياها والله، علبه جيلي ودقيق وبهارات وحاجات بالهبل. قلت يا بنت ترميه مع ان مده الصلاحيه بتاعتها كلها منتهيه، بس استخسرت نيجي يميه. الدنيا وسخه خالص والله، ما انا عارفه نبدا منين ولا نعمل ايه. بصوا المنظر هنا عامل ازاي، شايفين البهارات؟ بهارات ناشفه وفيها صوص. هنفضي البراطيم دي كلها ونبقى نملاها بقى على مهل كده. والله لازم كل حاجه نرطبها صح. بصوا بقى جبت حق بوهي اهو، فان هو البوهي هي طعمت والله. هندهنه معاكم دهنه قرمزيه ملهاش حل خالص. بس هنعمله لونه ابيض، انا نحب اللون الان البهروزي دي. هندهنها بقى كده ونخليه رايق ومية مية. يا خرابي لو شفتوا الارض فيها ايه، بصوا الارض، بصوا الارض، شايفين المنظر فيها وساخة ونطاني وعفاشي. هنسخن سطل ميه سخنه ونقعد نلمعه بقى. وعايزه نقول لكم كلمتين بالنسبه للناس اللي قالت لي يا ام ابراهيم صوتك ومش صوتك، اتقوا الله اتقوا الله. هيكون صوت يعني صوت حمار؟ ما هو صوتي طالع من حنك يا هو. انتوا هتعملوا زي زوزي، ما زوزي كان بيعمل كده معايا وكان محرمني ان انا نتصل عليه. ساعه ما رنا عليه يقول لي يا مره ما تتصليش وانا في الشغل يا مره. اصحابي يا مره في ساعات بيردوا على التليفون يا مره ويجوني يضحكوا ويقولوا لي مراتك صوتها عامل كده الله ومش ليه، ده صوتها زي صوت البهيمي. حرام عليكم، هتبقوا انتوا وهو ما ينفعش الكلام ده، خلي بالكم
خلي بالكم كده هنزعل وانا زعلي وحش، انا بنقول لكم اهو. وسيبوني بقى عشان عندي شويه شغل النهارده، جايبه سلك وجايبه صابون، هنمسك المواعين نلمعها ونمسك الحيطان ننضفها كده. بصوا بقى انا هنبيضه وان شاء الله هنوريه لكم في الفيديو الجاي، لاني مش هنلحق نخلصه، ده لسه عايز يتصنفر ويتخنفر وعايز شغل جامد بقى. ادعولي بس ما يبص يميني لما مقلقه منه قوي. ويلا بقى عشان ورايا حاجات بالهبل عايزه نعملها، هنروح نفطر وبعد كده نقعد نعمله. يلا مع السلامه.